السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاوتي ان شاء الله ما نطولش عليكم. تحياتي لكل الجزائريين اللي راهم موجودين معنا، سواء اللي راهم في الداخل سواء اللي راهم في الخارج، المهم ان شاء الله في كل مكان من العالم. حبيت برك نهضر لكم على هذا الموضوع تاع الدجال. انا نعيط له الدجال، هما الناس يعيطوا له رشيد نكاز. هو هذا السيد الانسان اللي يلا غالب كاين ناس بزاف ما يعرفوش شكون السيد هذا. هذا السيد أكبر محتال، يحتال على المال الجزائري بطريقة ذكية للغاية. ونعاودها لكم باللي راه أكبر محتال يحتال على الأموال الجزائريين بطريقة جد ذكية للغاية. كيفاش يحتال عليهم؟ نوريكم كيفاش يحتال عليهم وسيوها من بعد الفيديو. يعني أي واحد يقدر من بعدها يقبض الفيديو، يدخل في الموقع تاع سي رشيد كيما هكذا. هنايا من فوق تلقى وقعوا هنا من فضلكم، وهنايا في اللولي هذا سما تكليكي هنايا. نتايا كي تروح تكليكي هنايا تخرج لك هذه لاباج هكذا. بون في لاباج واش كاين؟ يقول لك عمر الاسم واللقب نتاعك والبلد ورمز الولايه ومن بعد البريد الالكتروني تاعك، ومن بعد دير اونفوي هنا تبعث. انت كي دير اونفوي واش راه يصرى؟ واحد 2 دقائق من بعد خاوتي تجيكم واحد الرساله الكترونيه. انت كي تكليك على اللين هذاك في الرساله الالكترونيه تفهمكم، تقول لكم باللي واحد انسان مش خدام يخلص 15 اورو سنويا، و واحد كيعود عامل يخلص 25 اورو سنويا، وكي تعود كيما نقولوا يعني مرا وراجلها يخلصوا 45 اورو سنويا هكذا. حنايا نديرو برك الناس هذه اللي راه مشتركه معاه، حنا قلنا نديرو حسابات يعني هكذا، نقولوا حنايا كاين واحد 500 الف ولا 400 الف اللي راهم مشتركين معاه، نديرو المويا برك 20 اورو للواحد، وحسبيها في 500 الف شحال تجي سنويا يعني نجدد العمليه. وهذا اذا ما كانش كثر من المشتركين. يعني حنايا ما نلوموش هذو الناس اللي راهم مشتركين معاه اللي راهم خلصوا معاه، لا والله ما نلوموهم وما نتهمهمش باللي راهم كيما نقولوا ضد الوطن ولا لا، ما لا. هذو ناس لا غالب يعني صح دام دافع لحب الوطن والغيرة تاع الوطن، ويعني شافوا باللي غير رشيد نكاز هو اللي راح يخلصهم واللي راح ينقذهم، هو خلاص هو اللي راح يقلب البلاد كيما اوروبا. وهما ما على بالهمش شكون هو هذا رشيد، شكون هو هذا أكبر محتال. كيفاه نتايا إنسان هذا في فرنسا وفي بلجيكا وفي إيطاليا وسويسرا يسدد المخالفات تاع المناقبات، ومع الجزائريين يقول يطلب منهم يوقعوا هنا ويخلصوا هنا كاين تناقض. كيفاه في الأوروب يخلص الغرامات تاع المناقبات، وهنا يجي الجزائريين يقول لهم وقعوا هنا من فضلكم لدعم حركة الشباب والتغيير. وهذا حزب لازم تكونوا راكم على بالكم، ولازم تفهموا اللي مش فاهمين. هذا حزب ما عندوش اعتماد، يعني هذا حزب ما يكزيستيش. انا شفناها في الفيديو واحد النهار راح للسفارة تاع المانيا، زعما صونا في الانترفون كي هضروا معاه قال لهم فوالا جو بريزونت البارتي ام جي سي. قالوا له اون كوني با سيت بارتي سو بارتي ام جي سي. راكم شفتوا بالك الفيديو وعاودوا شوفوه معليش. انا المهم الرساله تاعي اللي حبيت نوصلها لكم ان شاء الله برك روحوا معاه، معليش تبعوه، كونوا معاه وقولوا تحيا رشيد وكذا نورمال عادي، عندكم كاع الحريه التامه. وشني هو حاجه واحده برك، ما تخلصوش وما تدفعولوش الاموال تاعكم عبر الموقع تاعو، هذا ما كان. وخليوه عباك باللي لو كان واحد ما يشترك معاه ما يخلصش معاه في الموقع تاعو، لو كان رشيد نكاز 3 اشهر ما زدتش تسمعوا به، ما زدتش تسمعوا به، خلاص يخرج من الساحه السياسيه والجزائريه، وهذا المسرحيه تاعو اللي راه يقوم بها هذه هي، هذا ما كان. وماذا بكم انتم اللي راكم تشوفوا في الفيديو تبارطاجيو الفيديو هذا، وماذا بكم تفهموا
الناس اللي راه ما فهمتش كيفاش راه يسرق في اموال الجزائريين، وتوروا لهم الطريقه هذه اللي راه يحتل اموال الجزائريين. هو يدير المصرعيه تاعو، يديرها في باريس، يديرها في السفارات، يديرها هكذا، باغي يمتص الغضب تاع الشباب هذيك. والشباب هذيك خلاص تقول لك هذا رشيد وهذا وهذا وهذا، وراح يقلب لنا اوروبا، الجزائر كيما اوروبا وكذا منا. وما على بالهمش بلي هذيك راهي كل شيء في كل شيء راهي مجرد افلام راه يديرها لهم. هو راه كل فيديو راه يدي عليه الملايين. هذه يا خاوتي واش راه نقول لكم، احنا رانا ماناش يعني كيما يقولوا هما اصحابه والتابعين تاعو القرابه، يعني بعض الاشخاص هكذا يقول لك هذو شياتين ولا كذا. احنا مانا شياتين ما والو، احنا غايرين على الوطن تاعنا، احنا جزائريين، احنا شياتين للجزائر ولمصلحه الجزائر. وتحيه الجزائر. وخويا واش راح نقول لكم، بارطاجيو الفيديو هذا باش الناس قاع تعلم بالخبث تاعهم والجريمه تاعهم اللي راه يديروا فيها، ويحتالوا على الاموال الجزائريين بالطريقه هذه. بارك الله فيكم، المجد والخلود لشهدائنا الابرار. بارك الله فيكم، يعطيكم الصحه. وتحيه ثانيه خاصه بالذكر ما ننساهمش صحابنا اصحاب الكاسكيطه اللي راهم في الحدود، مرابطين تاع الحدود تاع الجزائر كلهم. بارك الله فيكم، يعطيكم الصحه. وان شاء الله يا ربي يخليكم وليداتكم ويخليكم ازواجكم ويخليكم اولادكم. وش راح نقول لكم، والله العلي العظيم اعلموا بانكم والله العظيم غير راكم اكبر مجاهدين في الجزائر حاليا. علاش؟ باسكو كاين ناس راهي تتربص بالجزائر، وانتم اللي راكم تدافعوا علينا. بارك الله فيكم، السلام عليكم، تحيه للجميع.